يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم، هذا جزاء وإلا لا؟ هذا جواب الشرط، إن تتقوا الله يجعل لكم ماذا؟ فرقانا. ما الفرقان هذا؟ نور تفرق به بين الحق والباطل والخير والشر والصحيح والفاسد والنافع والضار والإيمان والكفر والتوحيد والشرك وما إلى ذلك. عرفتم هذا النور؟ هذا هو الفرقان. نصيب من هذا؟ أهل التقوى. نصيب من؟ أهل التقوى. لما؟ من يجيبني وله جائزة؟ نعم، أجاب أبو صالح قال لأن المتقين تجنبوا ما من شأنه أن يفسد القلوب والأرواح. تبهتم؟ لأن ترك الواجبات وهي معصية الله ورسوله فيما أمر به، من شأن هذه المعصية أن توجد مادة خبيثة منتنة عفنة تسمى السيئات، كما أن غشيان الذنوب بفعل المحرمات واعتقادها وقولها تجلب أيضا تلك المادة العافنة المنتنة، فتسود النفس وتخبط. وحينئذ كيف يفرق بين الحق والباطل والخير والشر والنافع والضار وهو كالأعمى لا نور له؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يعطيكم ماذا؟ يجعل لكم نورا. هذا النور هو الفرقان. هذا الفرقان، وسمي فرقان أعظم من فارق، كثير الفرق. فمن هنا عرفنا أن من يتقي الله في شيء يعطى الفرقان فيه. ما معنى هذا؟ راعي غنم اتقى الله تعالى في غنمه، يرعى بها أماكن العشب والكلى، ينتج لها العشب الملائم، يرعاها من الذئاب أن تأكلها، محافظ عليها، يعطى فرقانا يصبح أحسن راعي غنم، ويرغب الناس في إعطائهم أغنامهم له. صاحب دكان بقالة يبيع البقول يتقي الله تعالى في دكانه، فيما يدخل وفيما يخرج، فيما يبيع وفيما يشتري، يراقب الله فلا تزل له قدم ولا يخرج عن طاعة الله في شيء. لا يزال كذلك حتى يعطى الفرقان فيصبح أحسن بقال في المدينة، يعطى النور. أتنزل معكم مؤمنة تريد أن تطبخ الشاي الأخضر الذي يليق بالشرب والراغبين فيه، تتقي الله عز وجل في ذلك وتراقب الله، تريد أن يكون هذا الشاي نافعا محبوبا ينفع الله به الشاربين ويكون كرامة لهم، ترغب في ذلك فتأخذ تزن المقادير وتقدر الماء والشاي والسكر والنعناع المغربي حتى تصبح ماذا؟ ذات فرقان تحسن طبخ الشاي. إذن فكيف بالجنرالات وقادة الحروب ورجالات السياسة والاقتصاد إذا لم يكن لهم هذا الفرقان أن لهم أن يفوزوا أو ينجحوا أو ينجحوا غيرهم؟ ومن أراد الدليل ساسة العروب والإسلام هابطون إلى الحضيض. أين نتائج التقوى؟ وهل هم متقون؟
ما هي التقوى؟ خوف من الله يملأ قلبك فيحملك على طاعة الله، ولو طلب منك بذل نفسك بذلتها طلب الرضا. ومن هنا اختلت موازين الحياة عند المسلمين لعدم وجود أهل الفرقان. ومن وجد في بلد وهو ذو فرقان والله تتجلى آثار ذلك في بلده. إذن عرفنا الاستعاذة والبسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، وعرفنا حكم البسملة بالأمس. هل بسم الله الرحمن الرحيم آية في كل سورة؟ هذا سبق أن تركناه. الجواب الذي عليه جمهور المؤمنين أن البسملة بعض آية قطعا في سورة النمل فقط بالإجماع، لأنها جزء آية من سورة النمل، وهي في قول الله تعالى في كتاب سليمان عليه السلام إلى الملكة بلقيس، إذ الكتاب هكذا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. برقية هذه وإلا لا؟ عجب، برقية أدت العجب. إنه من سليمان، لما ما قدم بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال هذه رسالة إلى كافرة، ممكن إذا سمعت بالله توهين اسم الله عز وجل. نجعل اسم وقاية، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن. مضمونه ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ما قال وأتوني خاضعين أذلا منكسرين، ما يريد إذلال ولا إخضاع البشر إلا لله. وأتوني مسلمين القلوب والوجوه لله. ورسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والرؤساء نصها بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. ما خاف أن يهان اسم الله كما خاف سليمان، فلهذا قدم بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الآن سنتنا. اسمعوا، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر ناقص. تعرفون الأبتر مقطوع الذنب كالكبش الأبتر. إذن معاشر المؤمنين والمؤمنات من الليلة نستفتح أعمالنا ببسم الله. الآكل بسم الله، الشارب بسم الله، الكاتب بسم الله، الخطيب بسم الله. كل شؤوننا نفتتحها ببسم الله، متبركين بذلك، مستمدين القوة والقدرة على العمل وإنجازه بذلك بحسب الحال. إذن بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من سورة النمل وآية من سورة الفاتحة على ما علمتم، إذ نزلت بها مرة. وما دون ذلك مفتتحة بسم الله وإذنه لرسوله، والرسول هو الذي يأمر أصحابه أن يجعلوها في بداية كل سورة كالمفتاح لها. وهنا القراء منهم من يقرأ ولا يفصل بين الصورتين بسم الله الرحمن الرحيم. نقول شأنه سواء كان ابن كثير وإلا أبو عمر شأنهم تباتم، فنحن ما ألزمنا لأننا ما قلنا آية في أول كل سورة. فإذا أرادوا اختصار الوقت والرغبة في الصورة ما بسملوا
قرأوا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون. شأنهم بعض القراء يفصل وبعضهم لا يفصل، وهم أمنا على هذا، ونحن لا نلوم الفاصل ولا نليم الواصل، وإلا لا، لكننا نحن نصل نفصل. قولوا نحن نصل ولا نفصل. كيف نقرأ الصورة ونصل بالأخرى؟ الجواب لا، نحن نفصل هنا ولا نصل. نصل المعروف وأهله، لكن هنا في هذه القضية إذا قرأنا انتهت الصورة نفتتح الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم، ومن وصل هنا لا شأن أبدا عليه، ولا نلتفت إلى أنه فصل أو وصل.